أهلاً بيكم يا شباب في فيديو جديد. فيديو النهاردة دسم جداً ومهم لأي حد عايز يطور لغته الإنجليزية. هنشرح مع بعض قائمة من الكلمات المتنوعة، بعضها بنستخدمه في الحياة اليومية والبعض الآخر خاص بالمعاملات الرسمية والمرافق، وحتى هنشرح بعض المصطلحات العامية والشتائم اللي بنسمعها في الأفلام الأجنبية عشان نكون فاهمين السياق صح. هنشرح كل كلمة لوحدها بكل معانيها مع أمثلة بالإنجليزي والعربي عشان تثبت في الدماغ. هاتوا كراسة الملاحظات بتاعتكم وكوباية الشاي ويلا بينا نبدأ. 1. snatch. snatch المعنى الأول: يخطف أو ينتزع شيئاً بسرعة وقوة. المثال: The thief tried to snatch the bag. الترجمة: حاول اللص أن ينتزع الحقيبة. المعنى الثاني: مقتطف أو جزء صغير، مثل سماع جزء من حديث. المثال: I heard a snatch of their conversation. الترجمة: سمعت مقتطفاً صغيراً من محادثتهم. 2. snitch. snitch المعنى الأول كفاعل، يبلغ عن شخص أو يوشي به، أو عصفورة. المثال: He decided to snitch to the police. الترجمة: قرر أن يبلغ الشرطة. المعنى الثاني كاسم، الشخص الواشي أو النمام. المثال: Nobody likes a snitch. الترجمة: لا أحد يحب الشخص الواشي. 3. expose. expose المعنى الأول: يكشف أو يكشف سراً أو حقيقة مخفية. المثال: The journalist will expose the truth. الترجمة: سيكشف الصحفي الحقيقة. المعنى الثاني: يعرض، مثل الشمس أو الخطر. المثال: Do not expose the baby to direct sunlight. الترجمة: لا تعرض الطفل لأشعة الشمس المباشرة. 4. instant. instant المعنى الأول: فوري أو سريع جدا. المثال: The medicine provided instant relief. الترجمة: وفر الدواء راحة فورية. المعنى الثاني: لحظة، أي وقت قصير جدا. المثال: Come here this instant. الترجمة: تعال إلى هنا في هذه اللحظة. 5. instance. instance المعنى الأول: حالة أو واقعة. المثال: This is a rare instance of this disease. الترجمة: هذه حالة نادرة لهذا المرض. المعنى الثاني: مثال، وتستخدم غالباً في جملة for instance. المثال: You can eat fruits, for instance, apples. الترجمة: يمكنك تناول الفواكه، على سبيل المثال التفاح. عظيم جداً! قبل ما نكمل، اكتبوا لي في التعليقات إيه أكتر كلمة من الخمسة اللي فاتوا كانت جديدة عليكم. 6. dissolve. dissolve المعنى الأول: يذوب للمواد في السوائل. المثال: Sugar will dissolve in hot water. الترجمة: السكر سوف يذوب في الماء الساخن. المعنى الثاني: ينهي أو يفض، مثل إنهاء شراكة أو زواج أو برلمان. المثال: They decided to dissolve the partnership. الترجمة: قرروا فض الشراكة. 7. solve. solve المعنى الوحيد: يحل مشكلة أو لغزاً أو معادلة. المثال: We need to solve this problem quickly. الترجمة: نحتاج إلى حل هذه المشكلة بسرعة. 8. thinness. thinness المعنى الأول: النحافة لقوام الإنسان. المثال: Her extreme thinness was a sign of illness. الترجمة: نحافتها الشديدة كانت علامة على المرض. المعنى الثاني: الرقة أو قلة السمك للأشياء. المثال: The thinness of the ice is dangerous. الترجمة: قلة سمك الجليد تعتبر خطيرة. 9. preparation. preparation المعنى الأول: التحضير أو الاستعداد، عملية التجهيز. المثال: The preparation of the meal takes an hour. الترجمة: تحضير الوجبة يستغرق ساعة. المعنى الثاني: التجهيزات، الأشياء التي تم إعدادها. المثال: We finished the final preparations for the wedding. الترجمة: أنهينا التجهيزات النهائية للزفاف. 10. nourish. nourish المعنى الأول: يغذي، أي يمد الجسم بالطعام. المثال: Good food will nourish your body. الترجمة:
الطعام الجيد سيغذي جسدك. المعنى الثاني ينمي أو يعزز للأفكار والمشاعر. المثال We must nourish our minds with reading. الترجمة يجب أن نغذي عقولنا بالقراءة. Nutrition. Nutrition. المعنى الوحيد التغذية، العلم نفسه أو القيمة الغذائية. المثال Nutrition is very important for athletes. التغذية مهمة جداً للرياضيين. بندخل دلوقتي في جزء مهم جداً وهو كلمات رسمية شوية بنستخدمها في الأوراق والمصالح والتقديم على خدمات. ركزوا معايا. Obtain. Obtain. المعنى الوحيد يحصل على أو ينال بطريقة رسمية أو بجهد. المثال You need to obtain permission first. تحتاج إلى الحصول على إذن أولاً. Obstinate. Obstinate. المعنى الوحيد عنيد، يرفض تغيير رأيه أو سلوكه. المثال The obstinate child refused to eat. الطفل العنيد رفض أن يأكل. Obtain a permit. Obtain a permit. المعنى الوحيد يستخرج تصريحاً أو يحصل على تصريح. المثال You must obtain a permit to build here. يجب أن تحصل على تصريح للبناء هنا. House owner. House owner. المعنى الوحيد صاحب المنزل أو مالك العقار. المثال The house owner decided to sell the property. قرر مالك المنزل بيع العقار. Install. Install. المعنى الأول يركب أو يثبت جهازاً أو نظاماً. المثال They will install a new camera tomorrow. سوف يقومون بتركيب كاميرا جديدة غداً. المعنى الثاني يثبت برنامجاً على الكمبيوتر. المثال Please install the application on your phone. يرجى تثبيت التطبيق على هاتفك. Solar panels. Solar panels. المعنى الوحيد ألواح الطاقة الشمسية. المثال Solar panels help reduce electricity bills. ألواح الطاقة الشمسية تساعد في تقليل فواتير الكهرباء. Panels. Panels. المعنى الأول ألواح خشبية أو زجاجية أو معدنية. المثال The door is made of wooden panels. الباب مصنوع من ألواح خشبية. المعنى الثاني لجنة أو مجموعة من الخبراء. المثال A panel of judges will choose the winner. لجنة من الحكام ستختار الفائز. Solar. Solar. المعنى الوحيد شمسي أي متعلق بالشمس. المثال The earth revolves in the solar system. الأرض تدور في النظام الشمسي. Authorization. Authorization. المعنى الوحيد تفويض أو تصريح رسمي. المثال You cannot enter without authorization. لا يمكنك الدخول بدون تفويض. 21. Heating systems. المعنى الوحيد أنظمة التدفئة. Many houses use gas heating systems. العديد من المنازل تستخدم أنظمة التدفئة بالغاز. سؤال سريع، لو حابب تركب تكييف أو نظام تدفئة في بيتك، هتستخدم فعل إيه من اللي لسه قايلينهم؟ الإجابة تحت في التعليقات. 22. Heavily. المعنى الأول بغزارة أو بشدة، غالباً مع المطر أو الوزن. It rained heavily last night. أمطرت بغزارة الليلة الماضية. المعنى الثاني بشكل كبير، للاعتماد على شيء. The country relies heavily on tourism. تعتمد البلاد بشكل كبير على السياحة. 23. Safely. المعنى الوحيد بأمان أو بسلام. Drive safely on the dark road. قد بأمان على الطريق المظلم. 24. Safer. المعنى الوحيد أكثر أماناً، صيغة مقارنة. Traveling by plane is safer than by car. السفر بالطائرة أكثر أماناً من السيارة. 25. Verbal. المعنى الأول شفهي، بالكلام وليس بالكتابة. We made a verbal agreement. عقدنا اتفاقاً شفهياً. المعنى الثاني لفظي، متعلق بالألفاظ والكلمات. Verbal abuse is unacceptable. الإساءة اللفظية غير مقبولة. 26. Literally. المعنى الأول حرفياً بالمعنى الدقيق للكلمة بدون مبالغة. Translate this sentence literally. ترجم هذه الجملة حرفياً. المعنى الثاني تستخدم عامياً للتأكيد
بمعنى فعلاً أو بكل ما تحمله الكلمة من معنى. I was literally dying of laughter. كنت أموت من الضحك حرفياً. 27. Connotation. المعنى الوحيد، الدلالة أو المعنى الضمني، الإحساس الذي تعطيه الكلمة بخلاف معناها الحرفي. The word home has a warm connotation. كلمة وطن لها دلالة دافئة. حننتقل لمجموعة كلمات ومصطلحات بنحتاجها جداً لو عايشين برا أو بنتعامل مع شركات الكهرباء والإنترنت والغاز. 28. Switch provider. المعنى الوحيد، يغير مزود الخدمة، مثل شركة الإنترنت أو الاتصالات. I want to switch provider to get faster internet. أريد أن أغير مزود الخدمة للحصول على إنترنت أسرع. 29. Provider. المعنى الأول، مزود أو مقدم للخدمات. Which company is your internet provider? أي شركة هي مزود الإنترنت الخاص بك. المعنى الثاني، المعيل، الشخص الذي يوفر احتياجات الأسرة. He is the main provider for his family. هو المعيل الرئيسي لأسرته. 30. Supply. المعنى الأول، كفعل، يمد أو يزود. The lake will supply the city with water. ستمد البحيرة المدينة بالماء. المعنى الثاني، كاسم، الإمداد أو المورد. The water supply was cut off. تم قطع إمداد المياه. supplies. المعنى الوحيد، المؤن أو اللوازم أو الإمدادات، مواد متوفرة للاستخدام. المثال: The soldiers needed medical supplies. الترجمة: احتاج الجنود إلى لوازم طبية. suppliers. المعنى الوحيد، الموردون، الأشخاص أو الشركات التي توفر البضائع. المثال: The factory pays its suppliers on time. الترجمة: يدفع المصنع لمورديه في الوقت المحدد. switch off. المعنى الأول، يطفئ جهازاً أو الإضاءة. المثال: Please switch off the television. الترجمة: من فضلك أطفئ التلفاز. المعنى الثاني، يفصل تفكيره أو يتوقف عن الانتباه، تعبير مجازي. I like to switch off by listening to music. الترجمة: أحب أن أفصل ذهني بالاستماع للموسيقى. connect. المعنى الأول، يربط أو يوصل بين شيئين. المثال: Connect the blue wire to the device. الترجمة: صل السلك الأزرق بالجهاز. المعنى الثاني، يتصل بشبكة مثل الإنترنت. المثال: My phone cannot connect to the Wi-Fi. الترجمة: هاتفي لا يستطيع الاتصال بشبكة الواي فاي. contact. المعنى الأول، يتواصل مع أو يتصل ب. المثال: Contact me when you arrive. الترجمة: تواصل معي عندما تصل. المعنى الثاني، تلامس أو اتصال جسمي أو مادي. المثال: Avoid direct contact with your eyes. الترجمة: تجنب التلامس المباشر مع عينيك. connect the supply. المعنى الوحيد، يوصل الإمداد، كهرباء أو غاز أو ماء، عند الانتقال لبيت جديد. المثال: We must set up utilities before moving in. الترجمة: يجب أن نؤسس المرافق قبل الانتقال للمنزل. technical. المعنى الوحيد، تقني أو فني. المثال: The car has a technical problem. الترجمة: السيارة بها مشكلة تقنية. property. المعنى الأول، ممتلكات أو عقار. المثال: This land is private property. الترجمة: هذه الأرض ممتلكات خاصة. المعنى الثاني، خاصية أو ميزة في شيء. المثال: Aloe vera has a healing property. الترجمة: الألو فيرا تمتلك خاصية علاجية. activate. المعنى الوحيد، يفعل أو ينشط، أي يجعل الشيء يعمل. المثال: You need an email to activate the account. الترجمة: تحتاج إلى بريد إلكتروني لتفعيل الحساب. set up utilities.
المعنى الوحيد يؤسس أو يشغل المرافق كالكهرباء والماء والغاز عند الانتقال لبيت جديد. المثال We must set up utilities before moving in. الترجمة يجب أن نؤسس المرافق قبل الانتقال للمنزل. 41. Proof of address. Proof of address. المعنى الوحيد إثبات سكن أو إثبات عنوان، مثل فاتورة كهرباء لتأكيد مكان إقامتك. المثال The bank requires a proof of address. يطلب البنك إثبات سكن. 42. Arrange. Arrange. المعنى الأول يرتب أو ينسق أشياء في مكانها. المثال She wants to arrange the books on the shelf. تريد أن ترتب الكتب على الرف. المعنى الثاني يدبر أو يخطط لموعد أو حدث. المثال Let us arrange a meeting for tomorrow. دعنا ننسق اجتماعاً للغد. 43. Waste. Waste. المعنى الأول يهدر أو يضيع وقت أو مال أو طاقة. المثال Do not waste your time. لا تضيع وقتك. المعنى الثاني نفايات أو قمامة. المثال Throw the waste in the bin. ارمي النفايات في السلة. 44. Expense. Expense. المعنى الوحيد نفقة أو تكلفة، المال الذي يصرف على شيء. المثال The trip was a huge expense. كانت الرحلة تكلفة ضخمة. 45. Expenses. Expenses. المعنى الوحيد مصاريف أو نفقات بصيغة الجمع. المثال You must reduce your monthly expenses. يجب أن تقلل مصاريفك الشهرية. 46. Expensive. Expensive. المعنى الوحيد غالي الثمن أو مكلف. المثال This car is very expensive. هذه السيارة غالية جداً. 47. Expensiveness. Expensiveness. المعنى الوحيد الغلاء أو ارتفاع الثمن. المثال People complain about the expensiveness of food. يشتكي الناس من غلاء الطعام. شباب، وصلنا لآخر مجموعة كلمات. الكلمات دي عامية جداً وبعضها شتائم صريحة غير مهذبة slang and swear words. أنا بشرحها هنا لغرض تعليمي بحت فقط، عشان لما تسمعوها في الأفلام أو المسلسلات تفهموا درجة الغضب أو السياق، لكن لا أنصح أبداً باستخدامها في تعاملاتكم. 48. Fuck off. Fuck off. المعنى الوحيد اغرب عن وجهي أو انصرف، طريقة فظة جداً وغاضبة لطرد شخص ما. المثال He was angry and told me to fuck off. كان غاضباً وأخبرني أن أغرب عن وجهه. 49. Fuck up. Fuck up. المعنى الأول كفعل يفسد شيئاً تماماً أو يرتكب خطأ فادحاً. المثال I did not want to fuck up the plan. لم أرد أن أفسد الخطة تماماً. المعنى الثاني كاسم شخص فاشل أو خطأ كارثي. المثال This situation is a massive fuck-up. هذا الموقف عبارة عن كارثة أو خطأ فادح. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شرحنا قائمة طويلة جداً وفيها مصطلحات حتنفعكم في مواقف كتير مختلفة، من المواقف الرسمية للمصطلحات اليومية. سؤالي إلكم قبل ما نقفل، إيه أكتر كلمة في القائمة دي كلها حسيت إنك استفدت منها وحتبدأ تستخدمها؟ طبعاً بعيد عن الشتائم في الآخر. اكتبوا لي في التعليقات بقرأها كلها. لو عجبكم الفيديو وحسيتوا إنكم استفدتوا، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.